السلام عليكم. دلوقتي احنا هنعمل صينية بطاطس بالفراخ. فالأول عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. البطاطس مقطعاها والفراخ ووراك وقوطة وبصل وزيت وزبدة والبهارات، وهنعمل ايه؟ رز بالشعرية. بهارات طبعا محطوط فيه كزبرة وبهارات وفلفل وبابريكا وملح. طبعا هنحط الحاجة بقى في الصينية. انا ضربة القوطة بس عشان ما نعملش ازعاج، انا ضرباها ومجهزاها يعني. دلوقتي بحط الوراك في الصينية وهحط عليها البهارات. انا سايبه ورك عشان عندي ابن بنتي ما بيحبش الحاجه الطيور او اللحمه في الخضار. برش جوز الطيب حبه، انا بدعك الفراخ بالتوابل عشان تبقى طعمها حلو. كده هحط البطاطس عليها عشان تشرب برضك من التوابل. بس بحاول بقى انزل البطاطس تحت واطلع الفراخ فوق. انا بحب احط بصل صحيح، بيبقى طعمه حلو قوي. حطيت البصل، بدعك البصل بقى بالفراخ برضك عشان تاخد ريحة البصل، وهي كده كده كل الخلطة بالبصل هينزل على البطاطس. خلاص كده هبتدي هولع البوتاجاز. احط بقى الصينية عليها، لازم تحط شوية فوق البوتاجاز عشان البطاطس تستوي. انا حطيتها وقلت اما ارجع بقى تاني اوريها لكم بعد ما استوت. هحط لها بقى الطماطم. انا بضرب الطماطم بس بحب اصفيها، ما بحبش قشر الطماطم. طبعا صفيت الطماطم كلها وابتديت اقلب في الفراخ عشان تاخد من الصلصه. لا ما انت بتعرفي يعني. ايوه غطيها انت وانا اقول لك. بقول لكم هي جميله جدا وطريقتها سهله. كده خلاص هي يعتبر استوت. احط لها الزبده من فوق.
وهحط رشة زيت كده عشان تلمع الوش. بس اولع لوني بقى. بس كده، اسيبها شوية تغلي عشان هحطها في الفرن. طبعا يا حبايبي طلعت من الفرن اهي، انا على طول انا وريتها لكم. جميله جدا، يا رب تعملوا زيها. والوصفه حلوه قوي 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 وسريعه. ويا ريت بقى تعملوا لي لايك وشير وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه علشان يعني قناتي تكبر كده وتتفعل. اقول لكم سلام.